فيلمنا بيبدأ مع بنت اسمها دارسا بتكون مستخبية في كهف وبقالها فترة مستنية حاجة، وبنكتشف إنها قناصة وبتكون مستنية شخصية محددة، وأول ما بتشوف الراجل اللي هي مستنياه بتخلص عليه. وبعدها بنشوف شاب اسمه ليفاي بيصحى مفزوع من النوم وبيروح يقعد على الشط لغاية النهار ما يطلع، وبتجيله رسالة من حد غريب إنه يروح على معسكر باندلتون الساعة 1 الظهر يوم 6 يوليو، وإن في عربية هتكون مستنياه. وبنكتشف إن الشاب ده ضابط متقاعد من 4 سنين، وبيقابل واحدة ست بتسأله لو يعرفها أو حتى يخمن ممكن تكون مين، فبيقول لها أنا معرفكيش، بس من احترام العقيد اللي كان موجود لأوامرك بيقول إنك عميلة من مستوى رفيع. فبتقول له إنها عارفة إنه قناص وإنه قام ب 113 عملية قنص ناجحة، بس بيقول لها إنه نفذ عمليات أكتر من كده واشتغل مع 11 عميل. فبتقول له رغم كده أنت بتشتغل مع المشاة البحرية من وقت للتاني، وبتسأله إذا كان في عقد بينه وبين البحرية، لكنه بيقول لها لا، وأي وقت بيحتاجوه فيه بيروح لهم بسرعة. فبتستغرب إن رغم موهبته إلا إنه مش متعاقد مع البحرية، فبيقول لها إن دكتوره النفسي قال له إنه مش مؤهل للشغل ده. وبعدها بتسأله إذا كان في حد في حياته بيهتم بيه، لكنه بيقول لها لا لأنه بيرتاح كده أكتر. فبتسأله إذا كان بياخد أدوية، فبيقول لها لا بس بيشرب شوية عشان ما يجيلوش كوابيس، وإنه مش بياخد أدوية لأنها بتأثر على دقة القنص. فبتقوله إنه كان ممكن يروح لدكتور نفسي تاني عشان يغير التقرير، وإنها تديله الدافع اللي يخليه يعمل كده. وفي ليتوانيا بتظهر دارسا قناصة مع أبوها قدام قبر شخص قريب منهم، وبيقول لها إن سمع إن في صورة ليها اتصورت وهي في بيلاروسيا، وإن ده خطر عليها خصوصا إن موسكو مش عايزة تتورط في قضية القتل اللي حصلت، وبيطلب منها تديله فارغ الرصاصة اللي خلصت بيها عليه. وقال لها إن البيلاروسي ده بيتاجر في القنابل الفسفورية والألغام، ويا ترى أذى وحرق كام شخص من تجارته دي. ساعتها بتقول له إنها ما بقتش عارفة تنام، فبيطلب منها إنها تفضل معاه أسبوع أو 2 عشان تستريح، لكنها بتقول له إنها لازم ترجع موسكو وهينقطع الاتصال منها لسنة كاملة، وبتطلب منه إنه ياخد باله من نفسه، لكنه بيقول لها إنه بيموت والسرطان بيقتله بالبطيء، ولو فضل عايش هيخلص على نفسه في 14 فبراير في عيد الحب وهيدفن جنب مراته بسلام، وإن ده قراره النهائي. وفي شهر سبتمبر بيفوق ليفاي في طيارة حربية، وبيطلبوا منه إنهم يتأكدوا على الوظائف الحيوية لجسمه ويسيب كل حاجة تدل عليه أو على مواصفاته في صندوق معين، وبيقولوا له إنه لازم ينط بعد 3 دقايق وبعدين يمشي 38 كيلو في اتجاه الشمال. ولما بيسأل عن المكان اللي هو فيه بيرفضوا إنهم يجاوبوه، وبيمشي ليفاي بين الصخور والجبال لغاية ما بيقابل شخص اسمه جايدي من البحرية الملكية. فبيسألوا ليفاي عن المكان اللي هم فيه، لكن جايدي قال له إنه بقاله فترة هناك وما يعرفش برضه، وإنه أول شخص يكلمه وش لوش من سنة، وبيعرفوا إن مهمته هتخلص نص الليل النهاردة وإنه هو اللي هيحل مكانه، وبيكون وراه برج المراقبة الغربي الخاص بيه، وإنه هيقعد فيه لمدة سنة، وإنه فيه كل اللي هيحتاجه وكمان فيه بستان. وبيعرفوا إنه ممنوع عليه إنه يتواصل مع البرج الشرقي لأن فيه ألغام وعوائق بينهم ولا يمكن يوصل للناحية التانية وهو سليم. وبيعرفوا إن الشخص اللي بيراقب على البرج التاني برضه خلص مهمته النهاردة وهيجي شخص جديد بداله، وبيقول له إن وظيفته هناك هتكون زي مختص صيانة، كل يوم هيلف على المنطقة الغربية وهيلاقي مدافع آلية، وبيكون كل اللي عليه إنه يحط الذخيرة فيها ويتأكد من السلك الشائك اللي موجود والألغام اللي متعلقة فيه، وكمان يشوف المخفيات، وبيكون فيه كمان أسلحة وألغام هناك لأي حاجة ممكن يحتاجوها. وبيطلب منه كمان يتأكد إن جهاز اللاسلكي شغال كل 30 يوم. فبيسألوا ليفاي إيه هي المخفيات اللي هو بيقول عليها، فبيقول له جايدي إن دي مرسلات بالقمر الصناعي، في واحد منها كل كيلومتر ولكل واحد منهم مصدر طاقة خاص بيه، ودي بتدي إشارات مزيفة عشان تخفي المكان من التجسس، ومش بيكون في أي اتصال خارجي هناك، بس اللاسلكي هيوصله بالسلطات العليا، ولو حصل أي اختراق فصفارات الإنذار بتشتغل بشكل آلي وبيحصل غارات جوية، وبيشتغل النظام الآلي اللي بيسموه بروتوكول الكلب الضال. وبيقول له إنه ما عندوش أي فكرة عن البروتوكول ده، وبيعرفه إنه أول ما يشوف الغارات دي يهرب فورا. وبيقول له كمان إن المكان ده قديم جدا وحصل اتفاقيات عشان يفضل سري، وبيجي مندوب كل سنة من دولة غريبة وزيه على الناحية الشرقية. وبيكون ليفاي مفكر إن المكان ده سري من 75 سنة بس، فبيصلح له جاي دي المعلومة وبيقول له إن المكان أقدم من كده بكتير. فبيسألوا ليفاي لو مهمته عبارة عن إنه ما يخليش حد من الناس تدخل المنطقة دي، فبيرد عليه جاي دي وبيقول له إن مهمته إن مفيش حاجة تخرج من المنطقة هناك لبره، وإن طبيعي يكون مستغرب كلامه لأنه هو كمان لما كان مكانه أول
السنة اللي فاتت كان مفكر إن كل دي تخاريف، وبينصحه إنه يخلي عيونه دايما على السور لأنه أكتر مكان ممكن أي حد يهرب منه أو يرمي حاجة من على البرج، وبيعرفه إن الرشاشات بتشتغل لوحدها. وقتها بيسمع ليفاي صوت غريب فبيقوم يشوف إيه مصدر الصوت ده، وساعتها جاي دي بيقوله إن اللي شايفه ده اسمهم الرجال الجوف وإنه ما يعرفش أي حاجة عنهم، لكن واحد من اللي كانوا هناك زمان سموهم بالاسم ده. وكل اللي يعرفه إن وقت الأربعينات راح 2400 جندي عشان يخلصوا عليهم لكن مرجعش أي حد منهم. وبيقول له جاي دي إن ده اللي سمعه من كل اللي قبلهم، وإن من رأيه إن المكان هناك هو بوابة للجحيم وهم هناك عشان يحرسوها. ساعتها بيستلم ليفاي الوظيفة وبيمشي جاي دي، ولما بتيجي الهليكوبتر تاخده بيسأله العسكري عن كلمة السر فبيقول له السهم الأزرق، وساعتها العسكري بيقتله وبيرميه في الغابة وبيبلغ إنه تم التخلص منه. وبتعدي الأيام وبيجي شهر أكتوبر وبيكون ليفاي شايف شغله وبيتأكد كل يوم إن كل حاجة تمام وبينفذ اللي قاله عليه جاي دي. وبيكتشف ليفاي تذكار مكتوب على الحيطة ورا المكتبة من كل واحد ناوب في المكان هناك. وفي يوم بيسمع صوت غريب من البرج الشرقي وبيبص بالمنظار وبيلاقي البنت القناصة اللي من ليتوانيا. وفي ليلة بيصحى مفزوع وبيفتكر إن حد دخل عليه وبيجرح رجله من إزازة كسر وبيراقب البنت اللي في البرج الشرقي. ساعتها بتكون البنت حاسة بالوحدة وبتشوف الشاب اللي في البرج الغربي وبتضرب الرصاص عشان تلفت نظره، فبيبص وبيلاقيها كاتباله على ورقة اسمك ايه، لكنه بيكتب لها انه محظور عليهم التواصل مع بعض. فبتكتب له ان اسمها دراسة وان عيد ميلادها النهاردة، وهي قررت انها تعمل فيه اللي هي عايزاه. فبيقول لها ليفاي على اسمه وانه هيحتفل معاها بعيد ميلادها. فبتروح دراسة تعلي المزيكا وبتطلب منه انه يرقص معاها، لكنه بيقول لها انه مش بيعرف يرقص لكنه شاطر في الرماية، وبيبدأوا يشوفوا مهارات بعض في القنص. لكن فجأة بتنتبه دارسا ان في كائنات غريبة بتتسلق السور عند ليفاي، فبتحذره وبيبدأ هو في الضرب عليهم وهي بتساعده من البرج الشرقي. لكن بتلاقي ان الكائنات دي طلعت عندها هي كمان، فبيبدأ ليفاي يساعدها لما اللغم المتعلق بيسيبها بشظية، وكمان المدفعية الآلية بتضرب لما بيعدوا الخط الأحمر، وبيقدروا ساعتها انهم يخلصوا على الكائنات دي. وبتكتب له دارسا وقتها ان ده كان احسن عيد ميلاد في حياتها، وبيصلح كل واحد فيهم الدمار والأسلحة اللي اتدمرت في الهجوم. وفي الكريسماس بيعمل ليفاي شجرة على سبيل الهزار وبيزيد تواصلهم مع بعض كل يوم بالمزيكا واللعب. وفي يوم 15 فبراير بيبص ليفاي على دارسا وبيلاقيها بتعيط وبتقول له انها بتتمنى انه يكون معاها على نفس الجانب. وفي اليوم اللي بعده بيعمل ليفاي حبل يوصل بين البرجين وبيكتب لها انهم هيتعشوا مع بعض النهارده، وبيقدر يوصل لها على البرج الشرقي باستخدام الحبل، وبيقول لها انه مش المفروض انه يبقى معاها هناك، لكنها بتطمنه انهم مخفيين ومحدش بيراقبهم. ساعتها بيقول لها ليفاي انه مش عارف هم فين، بس هو متأكد انهم في منطقة في اقصى نصف الكرة الشمالي، وده هو لاحظه من فصول السنة. وبتكتشف دراسة ان ليفاي من افضل 5 قناصين في العالم، وبيبدأوا يتكلموا عن عمليات القنص اللي حصلت في العالم. وبعدها بيسألها لو تعرف حاجة عن الكائنات اللي هناك، فبتقول له ان ابوها نصحها انها ما تدورش على الحقيقة والا هيبقى حزنها كبير في قلبها وهتتجنن. فبيقول لها ان ابوه هو اللي علمه الرماية من صغره وخلاه يحبها، بس لما بقى قناص مشاعره اختلفت، وفضلوا يتكلموا مع بعض طول الليل. وبعدها حاول ليفاي انه يرجع بنفس الطريقة للبرج الغربي، لكن للأسف الحبل اتقطع وهو في الطريق ووقع. ولما بتشوف دراسة اللي حصل بتاخد سلاح ومظلة وبتنط وراه. وقتها كان ليفاي متعلق في شجرة وفي حشرة كبيرة كانت هتاكله، فبيقتلها. وساعتها دراسة بتسمع صوت، ولما بيفك ليفاي نفسه من الشجرة وبيقع بيلاقي الأرض بتكتفه وبتحاول إنها تاكله، لكن دراسة بتلحقه في آخر لحظة وبتنقذه. وبعدها بيفضلوا ماشيين في المكان الغريب ده لغاية ما بيلاقوا كائنات راكبة حصينة بتضربهم، ولكنهم بينجحوا في إنهم يتخلصوا منها. وبتقول له دراسة إنهم محبوسين هنا. ساعتها بيشوف ليفاي لبس الكائنات اللي هجمتهم وبيقول لها إنهم من القوات الأمريكية من زمان جدا، وبيقول لها ليفاي إن دول الجنود اللي اتبعتت قبل كده عشان تخلص على الكائنات اللي كانت هنا. وبيفضلوا يمشوا في المكان وهم بيشوفوا حاجات غريبة، وبيظهر قدامهم بوابة بيدخلوا منها وبيلاقوا حاجات قديمة جدا، وبيسمعوا أصوات غريبة فبيدخلوا بيت من البيوت يستخبوا فيه. فبيكتشفوا إن البيت ده كنيسة والجثث قاعدة زي ما هي بعد ما قررت تموت نفسها، وكأنهم اتعرضوا لشيء أسوأ من الموت خلاهم يخلصوا على نفسهم. فبتقول دراسة إن المكان ده شرير جدا. وفجأة بيحسوا بحاجة حواليهم وبيلاقوا حشرات ضخمة زي العناكب بتهجم عليهم من كل مكان، وبعديها بيدخل مخلوقات غريبة من الباب وبتحاول تقتلهم، لكنهم
إنهم بيقدروا يقاوموهم وبيهربوا منهم. وبتقترح دراسة إنهم يدخلوا في البوابة اللي جنب الأخدود وإلا هيموتوا. فبيدخلوا في مكان غريب جنب السور وبيلاقوه زي معمل للتجارب، وبيلاقوا تسجيل لدكتورة من سنة 1946 إن المكان تحت سلطة دولة شرقية وغربية ومعمول للتجارب زي قنابل الذرية وصواريخ بايوكيميائية. ولكن وهم بيعملوا الأبحاث حصل زلزال والوضع خرج عن السيطرة، وبقى من واجبهم إنهم يحتووا الكارثة اللي في المكان قبل ما يكملوا الأبحاث، وده لأن حصل مزج للحمض النووي للكائنات مع بعض وعمل كائنات غريبة. ساعتها ليفاي ودراسة بيلاقوا معدات من الألفينات وبيسألوا بعض عن السبب اللي مخلهمش قبل كده يخلصوا من المكان ده بقصف جوي يدفن المكان كله ويخفي أي أثر ليه. فبيقول لها ليفاي إن في منظمة هناك اسمها دارك ليك لسه بتدرس الأبحاث اللي في المكان عشان يعملوا جنود خارقين، وبيقول لها إنهم هنا عشان يحموا أسرار المنظمة دي. وبعدها بيفتح ملف بروتوكول الكلب الضال وبيشوف كل حاجة خاصة بالتجارب اللي في الأخدود، وبيخرجوا من المكان وبيرجعوا للغابة من تاني. وبيقول لها ليفاي إن المخلوقات دي كانت جنود بيتصرفوا زيهم بشكل عسكري. وساعتها وهم بيتمشوا بتقع دراسة في فخ وبيجرها واحد من المخلوقات بحبل وبتفقد الوعي، وبيفضل ليفاي يدور عليها في الأخدود كله لكنه مش بيلاقيها. ولما بتفوق دراسة بتلاقي نفسها مربوطة مع مخلوق غريب وبتقدر تفك نفسها وبتهجم عليه، لكنه بيكون غريب ومش بتعرف تخلص منه. لكن ليفاي بيوصل لها وبينقذها منه على آخر لحظة، وبيعرفها إنه كان جندي في البرج الغربي وتحول، وبيقول لها إن المخازن هي طريق الخروج الوحيد من هناك. وبعدها بيدخلوا مكان غريب وبيقول لها إن التلوث من الضباب، وبيشوفوا البشر وهم مندمجين بباقي المخلوقات لغاية ما بيشوفوا سلم، لكن المخلوقات اللي عليه كانت بتحاول تمسكهم. وساعتها دراسة بتحدف قنبلة نار وبتحرقهم كلهم. ولما بيخرجوا بيلاقوا مباني كتير، فبيدخلوا مبنى عليه اسم الصيانة وبيلاقوا عربيات جيب قديمة. وساعتها بياخدوا عربية وبتوصلهم لسور البرج الشرقي وبيربطوا الحبل في العربية وبيستخدموها زي الرفعة، لكن المخلوقات بتطلع وراهم على الحبل وبتهاجمهم، ولكنهم بيقدروا يخلصوا عليهم وبيقرروا يقطعوا الحبل ويولعوا فيه. ولما بيوصلوا للبرج الشرقي ليفاي بيقول إن المكان هناك زي الجحيم وإنهم أكيد هيتخلصوا منهم لأنهم مش عايزين حد يعرف سرهم. فبتقترح عليه دراسة إنهم يهربوا من هناك، وبتعرفوا إنها تعرف مكان في فرنسا ممكن يهربوا فيه، بس الأول هم لازم يروحوا للبرج بتاع ليفاي لأن في هناك أدوات هم يحتاجوها في هروبهم. ولما بيروح ليفاي للبرج الغربي بيبلغ باللاسلكي إن كل حاجة تمام، لكن بيلاقي العميلة اللي ودته العملية دي بتسأله إذا كان نزل الأخدود ولا لأ، وبتسأله كمان لو كان فعل الكمبيوتر بتاع الأبحاث بتاع المنظمة. فبينكر ليفاي إنه نزل الأخدود، فبتقول له العميلة إن أكيد المنوب من البرج الشرقي هو اللي عمل كده، وبتطلب منه إنه يخلص عليه. فبيأكد لها ليفاي إنه هيتخلص منها. وبنكتشف إن العميلة عارفة إن ليفاي كدب عليها لأنه متصور وهو في معمل التجارب مع دراسة، وبتبلغ رئيسها إنها تروح وهتخلص عليهم بنفسها. وفي تاني يوم بتيجي الهليكوبتر وبيطلب ليفاي من دراسة إنها تهرب، وبتكون المروحيات الآلية وراهم عشان تخلص عليهم، لكنهم بيقدروا يتخلصوا منهم. وبيكون ليفاي ودراسة عاملين خطة لكشف الأخدود وبيدمروا المخفيات اللي بتخفي المكان. وساعتها صفارات الإنذار بتضرب وبيتفعل بروتوكول الكلب الضال لتدمير المكان. وبتحاول العميلة إنها تهرب بالطيارة بس مش بتلحق تبعد وبتقع الطيارة، ولأن ليفاي كان متصاب مش بيلحق يهرب وبيقع في المية. أما دراسة فبتحجز نفسها 5 أيام عشان تتأكد إن العدوى ما جاتش ليها، وبيكون معاها رسالة من ليفاي بيطلب منها فيها إنها تقراها في الغروب. فبتهرب على فرنسا وبتفتح الرسالة وبتلاقيها رسالة حب من ليفاي. وفي شهر إبريل بتبقى دراسة بتشتغل جرسونة في مطعم وبتقابل ليفاي وبيكتب لها طلبه على ورقة زي ما كان بيعمل في البرج، وبيرجعوا لبعض. وهنا بيخلص الفيلم.